السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي، والنهارده هنعمل بقى ايه رأيكم في الطبق الجميل ده؟ ده حلو قوي وتحفة والله عجبك؟ جميل. يلا بالهنا والشفا يا مريم. هو انت اشتريتي ده؟ ايه اشتريت ايه؟ ده لا الطبق ده طب اوعي طيب عشان نشوف اللي عليه ورد ده. اه شايفين؟ تحفة، هيعجبكم ان شاء الله، يعجبكم كده الفيديو. ما تنسوناش في اللايك والشير. شايفين التحفة ده؟ جميل والله العظيم، مقادير مظبوطة 10/10. هيعجبكم واتمنى انها تجربوه. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. يلا بينا. مقادير بسيطة وموجودة في كل بيت. شايفين؟ تحفة. شايفين التسوية؟ جميل. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو حلو كده، يا رب يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. يلا بينا نشوف المقادير. هنعمل القرص الطرية بتاعت زمان بتكات وحركات كده. تابعوني للفيديو للآخر، ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير، ونسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا هنا، انا عملت الخميره اهي عشان ما اضيعش وقتكم. معلقه خميره و4 معالق سكر. شايفين خمرت ازاي؟ هنا عندنا كوبايه سمنه، على 3/4 سمنه وربع زيت. عايزه تحطي كوبايه سمنه ماشي، اي نوع سمنه انت حباه اعمليه. دي كوبايه سمنه على ربع زيت. عندنا هنا قشطه اللبن. عندنا هنا لبن قاطع، لقيت نص كوبايه، وكوبايه لبن اهي دافيه كله. ودي كانت ميه دافيه واحنا دوبنا فيها ايه الخميره والسكر. دي مكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. يا رب يرحم امواتنا، يا رب يشفي كل مريض يا رب. احنا عندنا هنا كيلو دقيق وعليه رشه الملح. اول حاجه نعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الخميره كل مدى بتزيد اهي. لازم تختبروها علشان ايه ما تضيعوش المكونات دي كلها، عشان لو ما لقيتوهاش خمرت يبقى ما تستعملوهاش. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنحط هنا كوباية السمنة، سمنة على زيت، كوباية سمنة على بعضها كده. هنبس بقى هنا الدقيق. زي ما كنا زمان بنعمله، بس الدقيق عشان يتشرب من السمنة. لو عندك زبادي حطي زبادي على اللبن. ما عندكيش زبادي ممكن معلقة خل على اللبن، يبقى لبن قاطع. لو اللبن قاطع عندك ما ترموهوش، ده كنز للفطاير وكنز لكل اي حاجة معجنات. جميل، بيخلي المعجنات حلوة. ما ترموهوش يعني. شايفين؟ شايفين انا بسيته كله.
هنحط هنا الخميرة. بسم الله ما شاء الله، الخميرة بص عاملة ازاي. هنعجن كده. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة ولا مكلفة، كله من البيت عندنا. هنا هنحط بقى اللبن القاطع اهو. هنعجن. هنحط هنا القشطة. قشطة اللبن تحطيها جميلة، بتخليها ليها ريحة حلوة. حط شوية لبن، شوية صغيرة كده، شوية بشوية. وهنا بعد ما خلصنا اهي العجن، شايفين اهي تحفة. هنحطها بقى، نغطيها ونسيبها لما تخمر. هنيجي نعمل العجوة. هنركنها كده على جنب. هنا العجوة حطينا ايه، معلقة سمسم كده، لو مش حابين ما تحطيش. عايزة تحطي قرفة زي ما انت عايزة. انا هنا حطيت سمنة وشوية وسمسم اهو. هنعجنها كلها مع بعض. ودلوقتي ما نشوف الخميرة. بسم الله ما شاء الله عليها، شايفين عاملة ازاي؟ الله اكبر عليها. شايفين جميلة. وانا هنا عملنا العجوة اهي عشان تبقى جاهزة. هنركنها كده شوية. ودلوقتي بعد ما انا عملتهم كور اهي، شايفين اهو كل الكمية اهي. نبتدي بقى نعمل واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب واحدة من الكورة دي العجوة اهي، هنحطها كده في النص زي ما انتم شايفين، وهنقفل عليها. شايفين ايه رأيكم؟ ودلوقتي بص عملت كمان واحدتين، هعمل معاكم واحدة كمان تشوفوها اهي زي ما انتم شايفين. ما تخليهاش خفيفة، يعني ايه وسط كده زي ما انتم شايفين كده اهو اهي. ونروح عاملين بالسكينة علامتين كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ وهنسيبهم لما يخمروا وبعد كده نحطهم في الفرن. هكمل انا. جميلة حلوة يعني يا مريم.
ودلوقتي بعد ما خلصنا شايفين التسوية، بسم الله ما شاء الله، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين تحفة اهي، عشان اتعجنت كويس واتخمرت حلو. شايفين عاملة ازاي؟ اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم كده. ولو ما عملتيش وصلتي لغايه دلوقتي كده اعملي لنا لايك، ما تنسيناش في اللايك. شايفه التسويه ما شاء الله عليها. كده احنا خلصنا. ايه رايك يا مريم؟ انت فرقت كده؟ اه حلوه. طب كل اللي معاكي وخلي دي هنا. يلا دي مش معقولة. انا كنت بوريها لهم، بقول لهم بصوا جميله ازاي، شايفين وهشه ازاي، تحفه. مريم عجبتها بتاكل اهو. نشرب شاي بلبن بيها، وايه بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. والحمد يلا لله. اعملي لهم كده زي ما انت بتعملي. يا وريه، قول لهم بحبكم. يا خراشي. يلا